انا ركبي تعباني قوي. هو ده نتيجة ايه؟ هل ده من الصيام الكتير، ولا ده ممكن يكون تخنت، ولا اثر على مفاصلي، ولا جالي خشونة، ولا ايه بالظبط؟ ناس كتير قوي بتشتكي من المشكلة دي في رمضان، تعب مفاصل وخشونة. بس السؤال هنا، ايه هو السبب في المشكلة دي؟ هل الصيام والتعب والإرهاق بيوهمني ان انا عندي مشاكل في مفاصلي وتعب وخشونة، ولا هل ان انا بلخبط في اكلي اثناء رمضان وعندي سمنة جامدة جدا وبتحمل على مفاصلنا؟ كل الاسئلة دي هيجاوبنا عليها دكتور أرمية شفيق، رئيس مجلس إدارة مستشفى جراند ورئيس قسم علاج الألم بمستشفى جراند. أهلا بيك يا دكتور أرمية، اهلا يا ورمضان دكتور كريم، ياسين، كل وكل سنه سنة وانت وانت طيب. بألف خير. وانت كمان. بس ايه؟ دكتور، في رمضان بالذات يعني ناس كتير عامة في مجتمعنا دلوقتي، بالأخص السيدات، بتشتكي من مشاكل الركبة والخشونة، وأغلب ستات مصر عندها دلوقتي خشونة في مش بس الركبتين، الستات، كل الركب باظت. والرجاله كمان. ده حقيقي. والموضوع ده بيزيد قوي في الشكوى في رمضان. بنحس انه انا في خشونه، هو انا ايه اللي حصل؟ ومش بتتعلق بسن، وركبي وجعاني قوي. طب اكيد الصيام عشان مش بتغذى كويس مأثر على عظمي ومفاصلي. وناس تانية لا لا لا، ده اكيد انا تخنت واثر برضو على مفاصلي. فالحقيقه فين بقى هنا، او ايه السبب لا، فين؟ الحقيقه في تفاصيل كتيره جدا انت تقريبا قلتيها كده وسط بعضها. الساعات الطويله من الصيام عامه امم. بتاثر على الجفاف بتاع الجسم. اوكي. ولما بيبقى فيه جفاف لفترة طويلة في الجسم، ده بيخلي تركيزات المواد أو الأجسام اللي ناتجة عن الالتهاب كتيرة. اه. اوكي. فده بيخلي الشعور بالألم بيزيد، علشان مفيش مية ومفيش ووش اوت للويست برودكتس أو للناتج بتاع الأيض الغذائي جوه الجسم بشكل اوكي، سليم. يعني حتى بعيد عن الصيام مهم قوي حتة الترطيب، وان انا طبعا. اشرب ميه بشكل كافي عشان طبعا. احمي ان انا ادخل في الالتهابات طبعا والخشونة طبعا وهكذا. طبعا عشان كده بننصح دايما مرضى الخشونة او اي انسان طبيعي انه في الفترات بتاعة ما بين الفطار للسحور لازم ايوه. تاخد بالك من انك تشرب كمية كافية من المية. والكمية اللي جسمك بيحتاجها يوميا اللي هي تقريبا من حوالي 5 ل6 لتر يوميا، دي لازم انت تعوضها في الفترة اللي انت فاطر فيها، وتخلي في وسائل مختلفة لدخول السوائل لجسمك علشان ما يحصلش حتة الالتهاب الزيادة او الشعور المتزايد بالألم في وقت الصيام. طبعا يعني الوزن ده معضلة العصر. طب دكتور، يعني 5 6 لتر ده، انا يعني الناس اصلا لو وصلت لواحد ونص ما هو ده اللي احنا بنبقى محتاجينه فعلا في الووتر انتيك بتاعنا. والووتر كونتنت داخل المفروض في حاجات كتيرة جدا. يعني انا لما السوائل باخد وكده. ثمرة فاكهة بيبقى فيها جزء اه سوائل. اه اه. لما بشرب مشروبات دافية خلال اليوم مثلا، مم. سواء بقى المشروبات دي صحية او غيرنا، يعني اه، ينسون عامة نعناع، حتى الحاجات الحاجات دي كلها البسيطة. المفروض بتدخل سوائل. كمية ايوه. الازايز اللي احنا المفروض نشربها في اليوم، يعني ازايز المية الطبيعية انه الانسان الطبيعي ياخد حوالي 3 ازايز مية كبيرة، امم. من 3 ل4، والباقي دي سوائل داخلاله في باقي اكله وفي باقي شربه. مش كل حاجة بناكلها هي ناشفة، بالعكس في كمية مية داخلة في تركيب كل حاجة في جسمنا. اوكي. في اكلنا، اسف. امم. فبالطبيعي المفروض ان انا ابقى بشرب الكميه الكافيه او بدخل سوائل بكميه كافيه، بلاش كلمه ميه، خلينا نقول سوائل، السوائل بشكل عام، علشان الجسم ما اللي جاي بقى يتعرضش من خضار، فاكهة، بالظبط. سوائل فعلا، وهكذا. اي حاجه انا باكلها او بشربها فيها ووتر كونتنت او فيها كميه ميه بتساعد انه يكون في ليونه في الجسم كله وترطيب للجسم كله. وتحمي من المفاصل. الالتهابات بقى. المفاصل عامة هي أشهر مفصل بيتآكل أو بيحصل فيه خشونة، هو مفصل الركبة. الركبة. ده مم. الحاجة الدارجة. لكن كل مفاصل الجسم وارد يحصل فيها خشونة، وارد يحصل فيها مشاكل. هل يا دكتور بتبقى في سن معين لا ولا؟ لا خالص، هو احنا دلوقتي يعني في اندر جريدنج لكل الاعمار اللي متسجله طبيا. بمعنى زمان الابحاث كانت تقول دايما انه 50% من الناس اللي عندهم فوق ال60 سنه بيجي لهم درجه من درجات الخشونه، ايوه، ده حقيقي. و80% فوق ال70، وتقريبا حوالي 100% من الناس اللي اعمارها بتتجاوز ال80 سنه بيبقى عندهم درجه من من درجة درجات الخشونه. الخشونة، ايوه. الايجز دي بقى كلها بتنزل النهارده. يعني احنا النهارده بنشوف عيانين عندهم درجة أولى ودرجة تانية أو أحيانا درجة تالتة في سن التلاتينات والأربعينات.
طب ده بسبب ايه؟ يعني hydration mainly لا ولا مش طبعا، السمنة مش بس عليها حتة عامل؟ السوائل دي اه. نقطة مهمة ايوه. ومحورية جدا. لأنه الركبة أو أي مفصل أو أي جزء في جسمنا بيدخل له غذاء وبينتج عنه فضلات. مم. فالسوائل أو وجود الدورة الدموية بشكل نشط بتغسل ده اول ده باول. بيساعد اه. الووش اوت ايوه. بشكل قوي. اما بقى دي بالنسبة لحتة السوائل، اما بقى اللايف ستايل مم. كله على بعضه كده هو باكج اسمه اللايف ستايل، مش الوزن. ما هو الوزن ودي لو احدث صيحات التوعية اللي الناس بقت يعني الكواليتي اوف لايف، هاو تو بالظبط. ميك ا جود كواليتي اوف لايف. حياة متزنة معتدلة فيها ده فعلا حقيقي، لايف ستايل كويس جدا، ده داخل حقيقي. فيه بقى كل حاجة، حركة، غذاء، كل حاجة. احنا دايما بنقول الوزن الزيادة مشكلة، مم. على مفاصلنا. والنحافة اه. مشكلة. ما مم. هو انا كمان لو بقيت رفيع زيادة عن اللزوم ايوه. وخسرت ماسل بالك كبيرة من جسمي، المسافة والجوينت سبيس هتبقى قليلة، الماسل باور بتاعتي هتبقى ضعيفة، الاحتكاك ما بين اوكي. العظم هيبقى كتير. ايوه. فالاكستريميتيز بتاعت اي حاجة غلط، سواء الوزن المبالغ فيه مم. او زيادة في الوزن او نزول الوزن عن المعتاد او الطبيعي او المفروض اكون فيه. ده نقطة. النقطة التانية اللايف ستايل، بمعنى السيدنتري لايف ستايل، ان انا قاعد مريح بشتغل اعمال مم. مكتبية ما بتحركش كتير، ده غلط. وبقينا معتمدين وكمان على الابليكيشنز في كل حاجة، بطلب اكلي طبعا بيها، بعمل كل حاجة ابليكيشن طبعا موبايل في ايدي. ودي يعني كارثة يعني مظبوط بصراحة مليون يعني. في المية. اه. الحاجة التانية اللايف ستايل اللي فيه اجهاد مبالغ فيه، مم. الاعمال بقى الشغل اللي فيه شقة، بشيل حاجات تقيلة، بطلع وانزل سلالم كتير، بقف كتير، ده برضو مش برضو صح. برضو ده مش صح. اي افوره يا جماعه مش اه صح. بالظبط. اه. على فكرة اكتر ناس يمكن بيجولنا حتى بدرجات خشونة متقدمة وعالية وفي اعمار صغيرة جدا هم لعيبة الكورة والرياضيين. اوكي. لانه في استهلاك، هو مفصل او كل مفاصل بتتعرض لحاجه اسمها وير اند تير، مم. يعني المفصل بالاستهلاك ربنا خلقه ليه معدل استهلاك معين. مم. لما انا بفضل استخدمه كتير ده غلط، او لو ما استهلكتهوش خالص ده ده برضو مش كمان صح. غلط. اه. هي بقى يعني على مسمى الفكره زي اي حاجه، والبرنامج. حلو جدا التشبيه، يعني مم. زي اي حاجه موجوده عندنا لما بستخدمها كتير يا اما بتبوظ، ولو مركونه انا بالظبط. اه. يعني هي الفكره ال الاسم لسه بقول لك مازوره. مم. فانا لما اشد المازوره دي لازم ايوه. ابقى مش جايب الحته بتاعت ان بهلك الحاجه وفي ايوه. نفس الوقت ما اركنهاش. انا صح. لازم امشي حياتي واللايف ستايل بتاعي بالمسطره بالمنظوره. وبالمازوره على ايوه. قد ما اقدر. بالظبط. طيب دكتور، لو جينا اتكلمنا عن المفاصل وصحة المفاصل، هل شايف ان المكملات بتفرق؟ يعني الأوميجا 3، فيتامين دي، فيتامين كي، الكلام ده كله. النهارده طبعا بتفرق كتير جدا، لاسباب كتيره قوي قوي قوي. طبعا رول نمبر 1 هو اللايف ستايل موديفيكيشن، اه. ان انا اصلح اللايف ستايل بتاعي. واخد ده بشكل طبيعي من اكلي. بالظبط، مم. اخده في اكلي، ما اكلش حاجات ضاره. يعني النهارده السكريات. مثلا انا بشوف انه اكتر سمين ممكن نكون بناخدهم في حياتنا، ودي حاجه انا بطبقها في حياتي، السكر الابيض والدقيق الابيض. والدقيق اه. الحاجتين دول بتزود الالتهابات قوي في الجسم. بالظبط. انا لو عرفت اطلع الحاجتين دول من حياتي مم. ده في حد ذاته انجاز. بعد كده مم. ابتدي اعتمد تدريجيا على الحاجات اللي ربنا خالقها فعلا، ايوه. واحاول انظف اكلي من اي حاجات مصنعة او مش طبيعية او مش حقيقية، يعني مش مخلوقة كده او مش على طبيعتها كده. مم. اللحوم الصناعية بقى واللانشون والبلوبيف ايوه. والحاجات دي اه، كلها والمرتديلا بالظبط. والسوسيس والحاجات دي كلها مضرة جدا جدا جدا. والمخبوزات كلها اللي بالدقيق الابيض بقى طبعا اه. طبعا. لما اقدر احقق التوازن ده، ده في حد ذاته انجاز، وهو ده الحاجة المثالية او الصورة المثالية اللي المفروض امشي وراها علشان اوصل ان انا ابقى متزن. طيب احنا بقى بناكل غلط، مش مركزين، ما عنديش وقت العب رياضة، ما عنديش وقت اتعرض للشمس، يبقى على الاقل يبقى في سبلمنت بيكمل معايا. يساعدني. بالظبط كده. اه لو ده انا حاجة عارف مهمة جدا، لانه احنا دايما ربنا خلقنا لينا ingredients، لينا مكونات. مم. المكونات دي في جسمنا ما ينفعش تقل عن معدلات معينة. بتحللنا بكل حاجة ببقى عارف. بالمناسبة ما ينفعش تزيد، ودي حاجة مهمة جدا وبشوف منها معاناة كبيرة قوي. ما ينفعش الأرقام تزيد عن المعدلات الطبيعية. اه، الناس اللي بتصرف جامد جدا في تناول بقى المكملات، بالظبط. يعني يا ده يا ده يعني أنا اكستريمز. مثلا
حاسس ان انا همدان وجسمي مكسر وتعبان وتركيزي ضعيف اخد ومش 10 عارف ايه، فيتامين بقى. اروح جايب فيتامين دي مثلا. ايوه. طيب احنا عملنا تحليل، طيب الجرعة اللي انا باخدها من فيتامين دي متناسقة مع النقص اللي عندي؟ طب بعد ما خدتها الفترة تابعت التحسن بتحاليل تانية ولا باخد وخلاص؟ صح. زيادة فيتامين دي بالذات مثلا يعني هو اللي جه في بالي، لما بيزيد عن المعدل الطبيعي بيعمل حالة اسمها هايبر فيتامينوزيس دي، ايوه. والمريض بيعاني من آلام مبرحة أكتر من نقصه. فيعني you have to ان يعني كل حاجه تبقى عن طريق الطبيب المختص، بالظبط، أو على الأقل لما آخد حاجة يبقى في متابعة او على الاقل اكون عامل التحليل بالظبط، واخد الفيتامين بتاعي طبقا عشان ابقى للجرعات المتناسقة عندي مع ناقص. تحليلي واشوف بالظبط. نتائجي هو عاملة اغلب ازاي. الشعب للاسف عنده نقص في فيتامين دي، ودي حاجه منتشره قوي، ولما رغم ان زادت احنا التوعيه. المفروض ان احنا بلد مشمسة والشمس فيها متواجدة معظم ايام بس السنة. يمكن عشان برضو انتشار اللبس والحجاب وكده، كل ده مش بيعرضني، وكمان الازاز يعني هو لازم دايركت احنا ما بنخرجش الاشعه من تبقى المكاتب، هوا. احنا بقينا عايشين اه جوه مباني صلبة. بالظبط. بنحب التكييف في الصيف اكتر ايوه. والدفى في الشتاء، فانا محبوس طول الوقت. في البيت وقاعد، يعني انا ونسبة قاعد. التعرض للشمس ايوه. لدرجة انه ممكن تبقى الشمس في يوم درجة حرارته 30 الناس تبقى مش طايقة نفسها لان هي مش متعودة تتعرض للشمس. فممكن الناس اللي مش بتتعرض كفاية او هكذا ممكن ياخدوا مكملات تساعدهم ان انا بالظبط. اظبط نسب فيتامين دي بعد ما اكون عملت التحليل اللي بيؤكد لي ان انا عندي نقص. خلي بالك موضوع فيتامين دي ده بالذات امره مهم جدا، لانه نقص فيتامين دي مش بس بيأثر، يعني في ناس دايما بتيجي متخيلة انه فيتامين دي يعني نقصه معناه ألم وهشاشة في العظم ونقص كالسيوم والكلام ده كله. اولا يتسمست انه لما ناخد فيتامين دي يبقى معاه مكملات اخرى، ما يبقاش الاعتماد عليه لوحده. اوكي. لازم يبقى معاه كالسيوم في البروتوكول بتاعه ايوه علشان يبقى فيه مساعدة انه يكون بيأدي دوره في نقل الكالسيوم. بالظبط. دي حاجة. الحاجة التانية في فيتامينز تانية لازم تكون موجودة معاه، ولازم يبقى فيه مراعاة لده. لو السبلمنت اللي انا باخده ما فيهوش فيتامين دي بلس مثلا فيتامين كي، اه يبقى لازم اخد فيتامين كي ده سواء لوحده. في اكلي او في اه سبلمنت تاني. هي إيه، الميزة هنا ان مزورة اوميجا 3 اللي هي باور 4 او القوة الرباعية، فانا بسهل قوي على المريض بتاعي ان هو ياخد فيتامين دي 3، هياخد الكي 2، هياخد فيتامين اي، التلاتة مع بعض مع الاوميجا 3 بتركيز عالي للاي بي اي. فكده يعني اكتر حاجة تميز المزورة اوميجا 3 ان انا خدت الاربعة في كبسولة واحدة، فده بيسهل قوي ده مهم convenience جدا بالظبط. جدا. اه الحاجة التانية اللي بقولك عليها انه مثلا فيتامين دي ده نقصه بيقلل امتصاص المعدة للعناصر الغذائية اللي في اكلي اصلا. اه اوكي. فانا ممكن ابقى عامل هيلثي لايف ستايل وباكل حاجات مغذية وحاجات كويسة ومفيدة، بس زي ما باكلها ما بستفدش منها اي حاجة، زي ما بتدخل زي ما بتخرج، اه لانه بسبب فيتامين دي نقص قليل. فيتامين د مخلي المعدة مش بتستقبل او مش بتاخد الكم الكافي من الغذاء الضروري اللي في الاكل اللي انا باكله. فده مهم جدا وبيأثر جدا. وحتة يعني انا بشوف كتير قوي في العيادة يا دكتور انا حاسه انه فيتامين د قليل حطهولي في العلاج. حته ان انا ابقى جايدد بتحليل دي ثقافه محتاجين نصلحها علشان نعرف هناخد امتى ونوقف اه مش امتى. ده مهم احساس، جدا، يعني انا حاسه ده دي مهم مش وبيفرق كتير قوي. اوكي، بالظبط لان ممكن تكون هي حاسه باعراض وممكن تكون نتيجه حاجه تانية مش ده، يعني بالظبط نتيجه ان هي بتسمع من جارتها او صاحبتها، وده مش بالظبط صح طبيا بالظبط يعني. بالظبط هي بتبقى فرة وماشية وبنعملها وخلاص. طيب دكتور، رجوعا تاني ان واحد من اكبر الاسباب بتاعه المفاصل السمنه، هل برضو ان انا اخد مكملات تساعدني ان انا اظبط امتصاص النشويات او امتصاص الكربوهيدرات يعني، او امتصاص الدهون، دي حاجه مهمه معايا؟ بصي طبعا اللي يتكلم في الحتة دي اشطر مني واحسن مني، وده جزء الخاص بيهم هم دكاترة التغذية. اكيد. فيعني هم طبعا بيكون عندهم القدرة اكتر على النصيحة او الجايدنس بتاع حتة التأثير بتاع السبلمنتس او ضرورة احتياج المريض لسبلمنتس علشان بالتحاليل المطلوبه بكل حاجه. عشان يحسن حتة الحرق او ايوه. يعني انا دايما لما بيجي لي عيان العيادة اول ما بشوف ان وزنه زيادة وعنده خشونة بسيب كل حاجة واركن كل الكلام على جنب واتكلم معاه بعنف وبتدقيق شديد جدا على ضرورة انه لازم يخس. الوزن. ما تجيش بالظبط. تقول لي انا عايز الخشونة دي درجتها تقف عند المرحلة اللي هي فيها
وانت مكمل في التراك الغلط ومش مش بتنزل وزنك، لا هتتنقل من مرحلة تانية لمرحلة تالتة لمرحلة رابعة and so on. فعلشان نوقف البروسيس بتاعت التدهور انت لازم تخس. اتشقلب بقى. يعني ده موضوعك بالظبط. انا مش دوري اني اساعدك ازاي تخس. انا ممكن انصحك انك لازم تخس، لكن حته تخس ازاي دي لازم ترجع فيها بقى للمتخصص تغذية بقى اللي يراجع يكتب له. بقى يا ترى انت وزنك زايد علشان في سبلمنتس قليله، ولا علشان لخبطة في مثلا هرمونات. بالظبط مثلا نشاط سوري كسل في الغده الدرقيه مثلا، في انيميا، في مشكله حاجه في حاجة مقاومه hidden. انسولين، في حاجه تانية نوعيه الاكل وجوده الاكل اللي بتاكله يعني. لكن لو حد حرقه بقى ضعيف ممكن بقى ياخد حاجة. اشهر حاجه يا دكتور ده انا ما باكلش ومع ذلك ما بخسش. بالظبط. طب ما هو الكونتنت بتاع الاكل القليل اللي انت بتاخده ده عباره عن ايه؟ طب ما هو انا لو بعمل كالوريك ديفيسيت كبير في يومي ده بيوقف الحرق، ده بيخلي الميتابوليزم شبه نل ما الجسم عنده بيتحركش. ستريس جامد. فمش معنى ان انا مقلل الكميه يبقى انا لازم اخس. بالظبط. هو مش موضوع حرمان. هو انا لازم ادخل المكن اللي شغال جوه ده احتياجاته من كل شيء. من اكل ومن سبلمنتس ومكملات، او ياخد السورس بتاع الحاجه دي من مصادر صحيه علشان في الاخر يكون في توازن فالموتور يشتغل مظبوط. هي الموضوع بالظبط زي لما تكون يعني معاك عربية وصلت كل توصيلاتها مظبوطة 1,000,000%، وحطيت الموتور في مكانه والبطارية والكلام ده كله، مش حاطط لها بنزين ومستغرب انه العربية مش دايرة. هايل التشبيه. ايوه. هي الفكرة دي هي اساس الموضوع. من ضمن برضو الحاجات، لان ممكن ناس كتير حتى لو خست مش بتخس بكواليتي. لا ده انا هقولك النهاردة بقى حتة السبلمنتس دي مهمة فين. الناس اللي بتعمل عمليات سمنة ونحافة، التكميم والسليف والحاجات دي، وبتتفاجئ بعد كده ان هي ما خستش ده حاجة تانية. ما خستش او خست بشكل في مبالغة بالظبط، او في ماسل بالك لوس كبيرة عنيفة. فبيبقى شكله زي كأنه عجز مرة واحدة. بنلاقي ناس عاملة زي الاشباح، ولا بياخد بروتين ولا ملتزم بسبلمنتس ولا تقريبا. الدكاتره الكبيره او الدكاتره اللي بتشتغل في التخصص ده كلهم بيبقى معاهم، لسه معانا دكتور بيبقى معاهم في التيم بتاعهم دكتور تغذيه طبعا، ده اساسي علشان يفولو اب مع العيان. اساسي. 90% من العيانين اللي بيعانوا من المشاكل دي يقول لك انا ما تابعتش. ده حقيقي. ومش بيمشوا هو على معتبر ان انا عملت العمليه انا خسيت، حل سحري. هي الموضوع. وبياكلوا سكريات براحتهم جدا، اللي هو بقى او انا تعب نفسي وعامل جراحه وكمان هعمل نظام غذائي. لا هو نفس الفكره اللي انا بقولها للعيان لما بعمل له بروسيجر مثلا من البروسيجرز العلاجيه اللي بنعملها، او لما بيعمل يعني التشبيه ده على فكره اخدته من دكتور صديقي يعني في تخصص السمنه والنحافه وجراحات السمنه والنحافه. الموضوع عامل زي انت قابلتني وعربيتك عطلانه وانا زقيتك، العربيه مشيت، مين اللي مكمل سواقه؟ انت. ايوه صح. هو بيقومك، انت رحت عملت العمليه فدي الزقه بيقوم. لكن اللي مكمل، اللي بيحافظ على انه ياخد الكميات القليله، اللي ما بياكلش بشراهه، اللي بيحافظ على النوعيه اللي بياخدها من الاكل ده، اللي بيحافظ على السبلمنتس اللي لازم اخدها علشان اعوض نقصها نتيجه العمليه اللي انا عملتها، هو المريض. فهو في ناس فاكره ان انا لما هعمل عمليه هخس الامور هتبقى تمام. اللعبه انتهت. طيب كتير قوي بقى في التخصص بتاعنا ده وموضوع خشونه الركبه وخشونه المفاصل، عشان انا حودت قوي على الكلام التغذيه كتير قوي 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 يا دكتوره يوستينا. يجي لي العيان يقول لي انا كان عندي غضروف في ظهري او عندي خشونه في الركب، وعشان ما غيرش مفصل او علشان الالم اللي عندي يروح من غير ما اضطر اني اعمل عمليه، قالوا لي لازم تخس، فعملت العمليه وخسيت، ومع ذلك الالم زاد او الخشونه زادت او الوجع موجود زي ما هو. ليه بقى يا دكتور الموضوع ده؟ نراجع بقى الاشعاعات نلاقي العيان لما كان تخين كانت درجه الخشونه عنده اقل من لما خس. طبعا علشان حصل له ماسل بالك لوس عنيف. في الاخر انت عندك المفصل بتاع الركبه ده طبعا. وعشان كده احنا بنقول للناس لازم تبقى اورينتد وانت بتخس ازاي. هو مش موضوع نزول وزن وخلاص، ما انا ممكن اكون بنزل عضل فبدمر المفصل اصلا اكتر. هو في الاخر العلاقه بين العضلات والعظم والعضلات والمفاصل زي العلاقه بالظبط
بالظبط زي الخيمة والوتد بتاعها. اوف. ده التشبيه. انا اه لو الوتد ده سايب هلاقي دي شوية هتقع. ريح بسيطة اه جدا بتاخد الخيمة دي ورايحة جاية وتقع بيها. ايوه طيب مظبوط. العضلة اللي حوالين او العضلات اللي حوالين مفصل الركبة دي عاملة زي الوتد اللي حوالين الخيمة. لو العضلة دي شدة وجامدة وقوية وبمرنها وبتمشى، وهنا ده بقى يجي دور المشي. ورياضة. لما بنقول للعيان الحركة بركة، ايوه ويفهم خطأ انه لما تجيلك خشونة ريح، لا، هتريح هتزيد الخشونة. بس مش بدرجة انتنسيتي عالية قوي زي ما قلنا. امشي امشي بس. امشي. اه بصي، ربنا خلقنا في ارض مسطحة، انزل امشي فيها زي ما انت عاوز. احنا اللي صنعنا السلالم، احنا اللي عملنا الطلوع والنزول. فالطلوع والنزول ده يبقى وير اند تير زيادة، المفصل يجهد. يبوظ. بصي برضو تخلصي او المريض اي اللي حاجة بيسمعنا، من اي حاجة صنع احنا عملناها ما الانسان، تستخدمهاش. سواء اكل بقى كل سلالم حاجة، اي حاجة، كل اكل مصنع ربنا مش خلقه يبقى فيه مشكلة. مباني احنا اللي صنعناها مهما كانت جامدة وحلوة اه فيها مشكلة. الاسانسير هو الحل السحري للنوعية دي عشان كده أنا ببقى بايخ جدا مع بعض العيانين في العيادة. يقول لي هتعملي الاجراء وهفضل او هعرف اطلع السلم؟ اقول له لا، السلم ممنوع على اللي عنده خشونة، وعلى السليم، وعلى اللي غير مفصل، ولا على اللي بياخد علاج، وعلى اللي عمل تردد حراري. ايا كان انت عندك ايه او عملنا لك ايه، ممنوع سلم. طب اوكي. اعمل ايه؟ عزل. آه. عزل ازاي؟ مش مشكلتي، انا بقولك الصح والغلط. لو ما عندوش اسانسير يعني. طبعا طبعا، ما السلالم دي شيء قاتل للركبة. بتهلك خاصة لو ادوار كتيرة يعني. ودي من الحاجات اللي بتخليني اشوف عيانين عندهم 30 40 سنة وبيعانوا من درجات متقدمة جدا في الخشونة. وممكن يكونوا بيمارسوا حتة الستيرز اللي في الجيم والسلالم الرهيبة بتاعة طبعا، وده مش صح برضه. الاكسرسايز. وده مش صح برضه. بس خدي بالك من تريك كده صغيرة ونقطة مهمة جدا. الخشونة مش هتجيلك وهتحس بأول مرحلة دايما. بمعنى انه مش معنى ان انا عندي خشونة يبقى انا هلقطها في اول مرحلة. احنا جسمنا ذكي، وفي حاجات وكيميكالز وهرمونز وحاجات كتيرة جدا، وكورتيزول ليفلز بتاعلى وبتنزل، واندورفينز وحاجات بتقلل شعورنا بالمرض او بتقلل شعورنا وتعمل له بالألم. ماسك كده. فممكن نعديها واحنا مش حاسين. اوكي. والخشونة مثلا بتاعت الركبة دي من الحاجات اللي بتحصل ببطء شديد جدا جدا جدا. تآكل طفيف يعني. فانا ممكن افضل مثلا بقالي 10 سنين بطلع وبنزل سلالم وبقف كتير وبعمل مجهود وبتاع ومش حاسس بحاجة. مرة واحدة فجأة. عملت اشعة خشونة درجة رابعة. يا دكتور انت اوف. هتجنني، خشونة درجة رابعة ازاي؟ هو مرة واحدة؟ طب ما انا امبارح كنت كويس. غريبة فعلا. عشان جسمك بيتاكل واحدة واحدة. طب يا دكتور، في يعني راد الارم بقى في النص بيبلغني، او انت كنت بتقول البين هو او البين ده الالم هو الألم او التخصص بتاعنا احنا هو الطب كله. انا دايما لازم بقول يكون كده. مبرح يعني عشان. بالعكس اه بالعكس، انا دي دايما نصيحتي. هو ربنا عامل في جسمنا جهاز انذار شغال طول الوقت. الالم. الألم. والألم ده موضوعه انه بينبهك. ده نعمة من ربنا كبيرة جدا. احنا دور البين انه يقولك في مشكلة هنا، بالظبط. بس بأمانة شديدة جدا. مش عشان احنا عايزين الناس تروح للدكاترة، انت فعلا مش هتعرف تلقط المشكلة لوحدك. يعني الألم في حتة واحدة بس قدرة احتمال الألم بتختلف من شخص للتاني. طبعا التوليرانس ده موضوع تاني خالص. احنا اه بنتكلمش في الاحتمال دلوقتي. احنا بنتكلم انه لما تحس بألم ايا مش كانت هتخسر اي درجته، حاجة ان لما انا تروح تسأل دكتور. اتشك. عشان لو في حاجة القطها بدري. لانه هو ده العيان الواعي على فكرة. العيان كل ما كان واعي كل ما اول ما يحس باختلاف في جسمه حتى هيجري بسيط. بسرعة. بالظبط، ده هيجري sooner the بسرعة. better. كل بالظبط، ما بدري هيروح احسن. يقول في ايه. انا حاسس بكذا. ده تمام، طمني، انت تمام. لا، انت عندك مشكلة. يبقى احنا كده بنلقط المشكلة بسرعة بدري. ايوه. وفي اقل احساس بالألم الدكتور اللي قاعد قدامك بيبقى عنده يعني ليست تشخيصات كتيرة جدا. ممكن يعني ألم في يبدأ الركبة يكسكلود بقى. ممكن يبقى خشونة، ممكن يبقى إجهاد عضلي، وممكن يبقى شد عضلي، وممكن يبقى قطع في غضروف، وممكن يبقى تمزق في رباط صليبي أو قطع كامل في رباط صليبي. قصص
يعني كمية التشخيصات اللي ممكن تيجي ورا عرض واحد كتيرة جدا، فأهم الألم حاجة. أساس كل حاجة، يعني يا جماعة بالظبط. ما نتجاهلش أي ألم بسيط، يعني فعلا زي ما الدكتور بيقول كل ما كان بدري كل ما كان كل أحسن، مكان أحسن. هيوفر كمان عليك مشاكل تانية لو دخلنا فيها دوامات يعني. بص يا دكتورة، في أوروبا وفي العالم كله النهاردة وفي أمريكا، احنا بنتجه أو العالم بيتجه من الكيوراتيف ميديسن للبريفنتيف ميديسن. صح how to صحيح. prevent مش how to صحيح. cure. مم. انا لو عندي منظومة صحية بتلقط المشكلة بدري، علشان كده المبادرات اللي بتتعمل في مصر النهاردة مم. الهدف منها ان انا اعمل مسح preventive. اه للعيانين على سكيل كبير جدا. عشان ألقط. فالقط انا لو عرفت اوعي المرأة مثلا انا بدي مثال مم. عن اورام الثدي، أيوه بدري. لو لحقته وهو لسه في درجة اولى يبقى هيروح بطرق بسيطة جدا. بقى متقدم لو اه. بقى متقدم او بقى في مم. درجات متأخرة، لا ده احنا هنحتاج جراحة وهنحتاج علاج هرموني وهنحتاج علاج كيماوي، مم. وقصة وتكلفة على الدولة وبيردن على وعلى الشخص الفرد نفسه أيوه رهيب جدا. يعني فعلشان كده انت لو اخدت البريفنتيف ميديسن ده اتيتيود في حياتك وتوجه، يبقى هعتمد على اني اكل اكل كويس، هاخد سبلمنتس لما احس انه او لما اعرف انه في نقص في في حاجه فيتامين دي أو كي. مثلا، مم. لما ابقى عامل عمليه او في احتياج عندي او نقص في فيتامينات هاخد يعني مالتي مهم فيتامينز برضو اه ان انا كويسه. اخد مالتي فيتامين. لما ابتدي ادرك انه السكر فيه مشكلة، يبقى هسحب السكر وممكن ابتدي اعتمد على بدايل. حاجات زي الاستيفيا او الحاجات اه اللي بنستخدمها دي علشان تكون بديل للسكر يعني الابيض. رجوعا للي كنت بتقوله يا دكتور، حتة المالتي فيتامين ان انا مهم لو عندي اي خلل بالتحاليل او نقص فيها ان انا او شبه اعمل مينتننس لجسمي ان بالظبط، يبقى المعدلات صيانة ثابته مبكرة. بالظبط. برافو. زي البورتفوليو بتاعنا يعني بيغطي كل ده، سواء المزورة مالتي فيتامين اعلى تركيز من فيتامين بي كومبلكس غني بالكو انزيم كيوتان اللي بيمد الجسم بالنشاط ومعدله 10 مللي جرام، في 27 مينرال وفيتامين، فكل الحاجات دي مفيدة جدا لجسمي ان انا اخد حاجة زي زي السويد. المازورا مالتي فيتامين او زي بالظبط. المازورا ستيفيا كبديل طبيعي للسكر. يعني انا عايزة اعرف برضو رأيك في حتة الستيفيا كعشبة، هل هي بديل طبيعي من وجهة نظرك؟ بتشوف فرق فعلا اه فيها من طبعا، البيشنتس؟ الناس بس بيفرق لها طبعا، ودي بتفرق الطعم. الطعم والافتر ايوه تيست والحاجات اكيد دي اكيد. حاجة مهمة جدا. لكن انا طالما احنا لسه بنقول ايه، مم. عشبة طبيعية ربنا خالقها، بالظبط. طالما قدرت زي ما اعتمد قلنا عليها. كل ما هو طبيعي بالظبط. سلالم بقى مش طالما طبيعية. بالظبط طالما انا اعتمدت على حاجة ربنا مم. خالقها وانسحبت من استخدام السكر الابيض او الحاجات ما هو السكر الابيض ده مصنع، حاجة مصنعة كيميكال. ولا السكر البني برضو يعني ما كله السكر سكر. كله السكر سكر والدقيق دي يعني كلها حاجات مصنعة، ودي فاحنا الابيض عندنا فيها مشكلة كبيرة جدا. فاز لونج از انا قادر اعتمد على الحاجة الطبيعية، ده هيحفظني وهيحميني وهيقلل مخاطر التعرض لأي مشاكل صحية. دكتور أرمية، طب لو هنوجه نصيحة للناس اللي بتسمعنا دلوقتي خاصة في شهر رمضان اللي مليان بقى سكريات ومرضى السمنة ده وتعب المفاصل، هتكون ايه اكتر نصايح ذهبية انت بتنصحها للناس؟ أهم حاجة ناخد بالنا من معدلات الحرق بتاعتنا. أهم حاجة برضو إنه يكون في نشاط، ما يبقاش فيه كسل أو وخم. وممكن لو أحافظ. حد حرقه برضو مش مظبوط بيتابع مع طبيب التغذية لو كتب له حاجة تزود معدل حرق، زي يعني احنا برضو عندنا مزورة فات بيرنر، بس طبعا لازم يكون واخد باله مع الطبيب علشان يقي نفسه. لو هو مريض ضغط ما ينفعش ياخد مظبوط. اي حاجة تزود مظبوط. حرق، لو هو تحت إشراف عنده طبي، مشاكل قلبية بالظبط كده. ده امر مهم اه جدا. المهم انه خلال رمضان يكون في ممارسة للرياضة للمشي. حتى لو مشي. اه علشان خفيف. الصيام مع قلة السوائل وعدم ممارسة الرياضة بيسبب جلطات. كارثة طبعا. وبيزود آلام الخشونة بالنسبة لنا احنا. فبشكل عام أهم نصايح انه ناخد والمية بالنا طبعا. من اه في الفترة اللي فيها فطار لحد السحور، ان ياخد احتياجي اللي هيغطيني حتى الفترة اللي انا هكون صايم تاني فيها. يوم لما نيجي نفطر، ودي حاجة مهمة جدا، ما نبقاش عندنا شوتينج في السكريات. يعني حتى لو هاخد سكريات في اليوم اخدها بكميات معقولة وافطر بطريقة مظبوطة.
يعني فكرة الفطار ترتيب على الوجبة تمرة او مهم. 3 تمرات اه او العدد الفردي من التمر، وبعد شوية مثلا الناس تصلي وبعد كده ترجع ممكن معاه تكمل بروتين الفطار. لبن يعني يقلل الانسولين يعني سبايك اول ما اكسر شوية. الصيام اكسره بالظبط. بحاجة خفيفة، واحدة بعد واحدة. كده اصلي، اه بعد كده ارجع اكل الوجبة ما بتاعتي، فيهاش اي مشكلة بعد فعلا. كده ارجع كمان شوية شوربة مثلا خضار يبقى فيه مثلا، التراويح، بروتين. بعد التراويح ارجع اخد وجبة تاني او حاجة خفيفة او واحدة واحدة يا سناك. جماعة على نفسكم، واحدة يعني مش واحدة وانا دايما بقول للناس انت المفروض في يومك تاخد فطار وغدا وعشاء. مظبوط صح. ففي رمضان لما تيجي الفترة بتاعت الفطار للسحور، قسم حياتك فطار غدا عشاء. مش 10 وجبات بقى بين الفطار بالظبط والسحور يعني. بالظبط، دي النصايح المهمة. الوزن ده نصيحة في رمضان وبره رمضان وبعد رمضان وقبل رمضان وطول الوقت لازم لايف ستايل نحافظ زي ما على قلنا، لايف النزول في ستايل الوزن. ده اسلوب حياة. الحركة والنشاط أمر مهم جدا، خصوصا الناس اللي بتتابعنا وتبقى مثلا بتمارس أعمال مكتبية أو شغل مكتبي كتير، لازم تتحرك from time to another أو تحافظ على نشاط. وأدنى حد من النشاط هو من نص ساعة ل40 دقيقة مشي يوميا، يعني أقل من كده يبقى فيه مشكلة وخلل كبير. اوكي، لو جينا سألنا دكتور أغمية، ايه أغرب عيان شفته في حياتك؟ لا كتير جدا، بس على ذكر الوزن لسه اول امبارح في العيادة كان عندي مريض وزنه 180 كيلو اوف. وعنده 33 سنة، يا نهار أبيض. ومستغرب جدا ان هو عنده خشونة من الدرجة الرابعة. مستغرب. جات لي منين؟ يعني انا السؤال نفسه ما عرفتش اجاوبه. انا بصراحة مستغربة على الموقف بس يعني. هي الفكرة اقنعته؟ هل نجحت انت تقنعه؟ اكيد يعني وصلت له المعلومة، بس هو بيبقى فيه ريزيستنس او شعور بالرضا عن النفس بيخلي الناس يعني هو حاسة راضي بالوزن؟ مش راضي بالوزن، بس مش مستوعب انه الوزن ده بالمنظر ده يكون عمل لي خشونة. اصله انت 33 في سنة السن وبتكلميه ده. في تغيير مفصل، اه. فدي حاجة سيئة. للأسف للأسف. وكمان انا مش عارف اغير له، او يعني مش عارف اوجهه للدكتور اللي هيغير له المفصل، لانه لازم علشان تغير مفصل تنزل في الوزن. فهو قدامه سكة طويلة جدا. انت بتقنعي عيان ان انت هتفضل متألم وهتفضل عندك مشكلة، احنا هنساعدك بالتسكين الموضعي او بالحقن الموضعي او بالتردد او كده، انه نقلل قدر الألم قدر المستطاع علشان لكن توصل السبب للوزن نفسه الكويس اللي يخليك ready to ان انا او اعمل for knee بقى نظام replacement غذائي. بالظبط. لا ان انا اوصل لنغير مفصل. اه. بنغير مفاصل النهارده الاعمار صغيره جدا لانه في مشكله، كارثة في كارثة دي مشكله بكل بسبب السن. مقاييس. ميرسي يا دكتور أغمية، انا اللي ورمضان ميرسي، كريم، وكل سنة وانت بألف خير. وانتي طيبه. ميرسي خالص وميرسي الوقت. لو عايزين نبعت لكم أي نظام غذائي صحي مدعم بمنتجاتنا من مزورة، ممكن تسيب لنا كومنت بكلمة رمضان في الكومنتس تحت. شكرا.